عجبكم العرايس؟ شفتوا عرايس وهو نجمة؟ شفتوا حلاوتها؟ وكمل حدوتتها؟ ايه كمل؟ جيت يا دكتور هشام؟ طيب بعد كده راحت بقى الثقافه الغربيه وهي حلقت فتره ثقافه الطب. حصل ارض الفنون برضه كتبها الفنان سمير عبد الباقي وهو اللي اخرجها برضه وبطوله الفنان عبد الرحمن ابو صالح. شاف سعد الدين وهبه قال الروايه دي تروح كل اصول الثقافه تتعمل ورش عمل في كل مكان. وراحت الفنانه الفيوم واسيوط واسكندريه واسماعيليه والمنصوره وكل البلاد تعمل فيهم. حصل ارض عشان تعلم وتدرب جيل جديد يقدموا العرايس وتنشر فن العرايس في مصر. وراحت بعد كده على منهج الثانوي عملت دراسات وعملت اكاديميه الفنون عملت رساله ماجستير. احنا نسينا نقول حته احنا نسينا نقول لما هي جت مسرح العرايس مين اللي امتحنوها؟ طبعا انت عارف الفنان صلاح جاهين. الفنان صلاح جاهين. الاستاذ راجع عناية. كان مدير المسرح والخبير الفرنسي ابا ناصر والخبيره الرومانيه اسمها ايه؟ اسمها فلوريكا تيودورو. ما وقعتش. انا كنت عايز اوقعك عشان وانت قد كده عارف كل حاجه. ده عارف كل حاجه. وبعدين راحت تدرس في اكاديميه الفنون تتخصص في المسرح عشان مسرح الاطفال. بعد كده بقى عملت ماجستير وعملت الايه البعثه هنجيب سيرتها بعد كده. انت بقى عايز تقول حاجه على ابو علي؟ ابو علي لما نشوف العرايس الاول. مفيش يعني مش هنشوف عرايس دلوقتي على طول. نشوف ابو علي؟ نقول على ابو علي. ابو علي ده الفنانه الكبيره عم سيد حجاب جاب لنا روايه اسمها ابو علي وعم صلاح السقاف ليه بتاعته. والفنانه نازله قالوا لها ايه بتعملي العرايس والدكتور وعمل المساله واستولت الروح. على فكره ابو علي دي يعني من اروع المسرحيات اللي قدمها المسرح الاسلامي والعرايس واللي لفت الدنيا كلها ولفت مصر كلها محافظه بحافظه. واخد بالك؟ وتكون العهد ده امتى؟ من اخراجها بقى. لا احنا سنه من كده. هي اللي عملت العرايس والديكور. عملت الدكتور مصر القديمه فكانت ومنها وديكورات بقى يعني سهله وبسيطه وجميله كده عشان عمليه التبادل. وبعد كده واخد بالك فتحوها 24 يناير سنه 74. ومين اللي حضر العرض الاولاني؟ مين؟ احنا لسه بنقول ايه؟ يا بينا تعالوا مسكين اليوم بحاله وفي الواحد مننا تركب حصان خياله ديري فيلم بقى. لا دي الفيلم بتاع الفيلم بتاعت العرايس اساسها هنا يعني. وخدها محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز لما فيلم التكات. وكان دي معلومه كان لازم نقولها. مين اللي حضر؟ مين؟ الفنانين المشهور الفلاني الدرس. لا المسرح شغال. وانا عمال لكن سنه العمل لا استحاله. انا راجل اخطات متاخر فاخش زي عيني ودخل على بطاريه عملتين وقعد على كرسي خشب كله زي ما هو والطرقه دي لان ما كانش هو الثاني. يا سلام كان بيحترم يعني تقاليد المصري. طبعا. طيب احنا عايزين نسال الاطفال بقى انتوا بتحبوا الارجوز؟ تعرفوا؟ تحبوا تسمعوه بيغني؟ احنا نسمع ونشوف اغنيه الارجوز. ماما ايوه دي ورينا له الوقت بتاعنا في الارجوز الوقت مش عارف الارجوز بتاعنا الارجوز بتاعنا فاكر الارجوز بتاعنا؟ خلاص هيطلع على